السلام عليكم خوت. القصه ديال اليوم كتهضر على دري في عمره 6 سنين رسم هاد الرسمه، وهاد الرسمه لقاتها خشو سميتها تريسي. اجي معايا نشوفوا القصه. قبل ما نبداو القصه نخليو معاكم واحد لايك واشتراك. تريسي عمرها 14 سنة، ولما شافت هي الصورة أخدتها لعند أهلها وقالت لهم شوفوا أخوي شو رسم. هي لما ورجت الصورة لأهلها قالت لهم شوفوا الرسمة، أنا عرفت كلياتنا بهي الرسمة، يعني عرفتك يا ماما ويا بابا، وعرفت حالي وعرفت الكلب والقطة اللي عنا بالبيت، بس ما عرفت هذا الشخص يلي قاعد بزاوية الغرفة. هذا الشخص بالصورة كان لابس أسود وشعره أحمر، كأنه قاعد بعيد عن الطاولة وبالزاوية. الأهل نادوا هذا الولد وقالوا له مين هذا اللي انت راسمه؟ قال هون هذا الرجال ما فيني خبركن أي معلومة عنه لأنه هو طلب مني أضلي احتفظ بهذا السر. اخته خبرت أهله لأنه هذا الشيء أبدا ما له طبيعي، بركي هو عم بيشوف شيء إحنا مو شايفينه، أو يمكن عم بيتخيل أرواح شيطانية. بس الأهل أبدا ما سمعوا لبنتهم وقالوا له أنه هذا طفل، يعني بركي عم بيرسم أي شيء، وبتعرفوا الأطفال أوقات بيرسموا شغلات غريبة ما لا مفهومة، شغلات ممكن تكون وهمية براسهم. تريسي كانت أحيانا بتضل مع أخوها بالبيت لما أمه وأبوها بيكونوا برات البيت. بعد يومين من هاي القصة تريسي وأخوها كانوا بالبيت، أخوها كان عم بيلعب بالألعاب بغرفته وكان ما في صوت. فجأة سمعت أخوها كأنه عم بيحكي مع شخص بالغرفة. لما راحت على غرفته لقيته عم بيحكي مع حاله وعم بيلعب. قالت له أنت مع مين كنت عم تحكي؟ ضلوا ساكت، ما جاوب عليها أبدا. تريسي صارت تطلع بالغرفة يمين يسار، بركي في حدا متخبي. تفاجأت بشي بين الألعاب، وهذا الشي كان حلاوة. هاي الحلاوة غريبة، يعني أهلها بحياتهم ما اشتروا هذا النوع. سألته، قالت له أنت من وين جبت هاي الحلاوة؟ الولد كمان ما عبر اخته كأنه ما سمعه وضلوا عم يلعب. تريسي لما شافت هيك الوضع أخذت كل الحلاوة وراحت. طبعا هون الولد عصب، قال لها رجعي لي ياهن، أنا بدي آكلهم. قالت له ما في، بدي أسأل أهلك إذا هن اشتروا هاي الحلاوة ولا مين. المهم أهلها رجعوا على البيت وسألتهم انتوا اشتريتوا هيك حلاوة لأخوي؟ قالوا لا، احنا أول مرة منشوف هذا النوع من الحلاوة، انتي شلون جبتيه؟ الغريب انه هن كانوا باجازة صيفية، يعني مستحيل يكون شراها بالمدرسة او حدا عطاياها من رفقاته. طبعا الاهل نادوا الولد لحتى يعرفوا من وين جايب هاي الحلاوة. الولد ضلوا ساكت، الاهل يقولوا له انه احنا بحياتنا ما اشترينا هذا النوع. الولد ما قال ولا كلمة، ضلوا ساكت وما حكى اي شيء، وكانت معالمه كأنه معصب. شو عملوا الاهل بهاي الاوقات؟ مسكوا الولد وحطوه بغرفة وحبسوه فيها، وقالوا انه احنا ما حنطلعك من هالغرفة غير لما تقول مين اللي عطاك هاي الحلاوة. الولد كان موجود بغرفة يعني غير غرفته. أهله راحوا على غرفته وصار يدوروا بكل مكان، بالخزانة، تحت التخت، وين ما بدكن، حتى بالأدراج، بدهم يشوفوا إذا في شغلات غريبة كمان ولا لا. بس بعد ما خلصوا ما لقوا أي شيء غريب. اتفقوا الأهل مع تريسي إنه هي تضل قريبة من أخوها بالغرفة وتسمع إذا كان عم بيحكي مع شخص ولا لا، ولما بيكون عم بيحكي مع شخص تخبرهم. طلعوا الولد بعد فترة من الغرفة وما حسسوه بشي غريب أبدا. تاني يوم اخته كانت قاعدة عم تتسمع عليه وعلى حركاته بالغرفة. شوي سمعت أخوها عم بيحكي مع حدا، وهذا الحدا كأنه برا الشباك لأنه أخوها كان جنب الشباك. هي اللي سمعته تريسي إنه هذا الشخص بده يفوت على الغرفة من الشباك، يعني هو كان عم بيتسلق من برا البيت لحتى يفوت على غرفة أخوها من الشباك. تريسي بهاي اللحظات طبعا هي ما شافت الرجال، فورا حست انه في شي غريب وشي جدا مخيف. نادت ماما بابا تعالوا، في رجال قاعد برا البيت وبده يفوت على غرفة اخوي من الشباك. طبعا الرجال لما سمع صوت تريسي فورا هرب
بدون أي تردد. بهاي اللحظات أخوها صار يبكي ويقول لها خلص سكري على الموضوع، لا تخبري ماما لا تخبري بابا، بس هي ضلت تنادي. الأهل كانوا تحت عبين ما وصلوا لفوق، اتصلوا بالشرطة وقالوا إنه في شخص عم بيتسلل للبيت. الشرطة لما اجت حكت مع الولد إنه مين هذا الشخص، حكي لنا أي شيء عنه، ضله ساكت ومصر إنه ما يحكي أي معلومة عن هذا الشخص. بالنهاية الولد قال للشرطة إنه هذا الرجال قال إنه لازم ما يحكي عنه ولا معلومة، لأنه هو إذا خبر أي شخص عن هذا الإنسان هو ما رح يجي ويلعب معه ويجيب له الحلاوة. الشرطة سألوه طيب هذا يلي قلت عنه إنه هو رفيقك كم عمره، شو اسمه؟ قال أنا ما بعرف. يعني الولد كل شي بيعرفه إنه هو بيجي بيلعب معه، بيجيب له شوية حلويات وبعدين بيروح. الشرطة سألوه طيب أنتوا كيف التقيتوا أول مرة؟ قال بيوم من الأيام شفت هذا الشخص كان بدراجة هوائية بعيد عن بيتنا، وقفني وعطاني حلاوة وقال لي أي وحدة من هاي الغرف غرفتك انت، وانا بوقتها دليته على شباك غرفتي، ومن وقتها صار يجي لعندي بين اليوم والتاني ويجيب لي معه حلاوة. وبالنهاية لهي اللحظة ما حدا بيعرف اي معلومات عن هداك الشخص.